ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بينا بقى نعمل الدوني في البيت. الدوني في البيت، ايوه الدوني في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. حلو جدا، غير اللي بره خالص. لا، احلى من اللي بره. غير اللي بره غالي جدا جدا. يعني انا كنت بستخدم اللي بره، لكن من ساعة ما عملت الدوني في البيت وانا مش بشتري من اللي بره خالص. زي ما انتم شايفين السماكة بتاعته وريحته رهيبة. يعني انا كنت بعمله لكم في المطبخ، خلى ريحة المطبخ حكاية يعني. رهيب رهيب جدا وحلو جدا على الملابس. وبصوا ملمسه على الايد احسن بكتير من الكريم. يعني حاجة فعلا رائعة. يلا بينا نشوف الطريقة. وزي ما انتم شايفين اهو الكمية، عشان ما تقوليش مثلا ايه ده حتى حبة في طبق. لا، ده انا عايزة اوريكم السماكة بتاعته، فجايبة حاجة من تحت بيضة. وادي بقيته. عملت 6 لتر. 6 لتر دوني. يعني تشتغلي بيهم 6 شهور لقدام. احنا بنجيب الازازة كانت بتقعد معانا فترة، بس غالي جدا جدا يا جماعة. الموضوع بقى مبالغ قوي. هعمل لكم سلسلة منظفات يدوي في البيت، حاجات تحفة وجميلة وامنة على الغسالة الاوتوماتيك. معمولة مخصوص للغسالة الاوتوماتيك. طريقته حلوة جدا. ومفيش بقى لا تحضيرات ولا حاجة. انا هقول لكم على نوع خلطة تجيبوها تقلبوها، بقت معاكم عندكم الدوني. سهلة وبسيطة وما فيهاش اي تعقيدات ولا مواد كيماوية ولا حاجات تأذي الرئتين او تأذي الايد. لا، مفيش الكلام ده. فعلا فعلا منتج حلو، ولو جربتوه من بره تاني مش هتشتروه. يلا بينا نشوف الطريقة. انا طبعا عشان خاطر ما ينفعش ان انا اجيب اسم المنتج، فانا اقول لك انك انتي تذهبي لاقرب بتاع منظفات في جانبك، يعني اي بتاع منظفات جنبك كده، وتروحي تقولي له عايزه خلطه الدوني. خلطه الدوني. خلطه الدوني دي ب20 جنيه. طبعا بتفترق، ممكن تبقى ب25. لكن مش هتزيد يا 20 يا 25 من منطقة لمنطقة يعني. ولكن اسمها خلطة الدوني. خلطة الدوني دي زي ما انت شايفة. تقلبي، بصي بقت قد بصي السمكة. قلب 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 قلب، حطي 6 لتر مية على الدوني يا جماعة. وممكن تزودي اكتر لانها بتتقل جدا. يعني انت عايزاها تقيلة خفيفة، ممكن تحطي 8 لتر بتبقى مظبوطة قوي. روعة روعة روعة. وقلبي طول ما انت شغل المية نازلة سرسوب وبتقلبي ايدك دي. يعني انا ايدي وقفت صراحة من كتر التقليب. ولكن نتيجة مش هتتخيليها. يعني نتيجة رائعة. رائعة يعني. انا ما شفتش منتج للأمانة يعني. بس انا مش هقدر ان انا اقول اسم المنتج، زي ما انتوا عارفين ان ده ممنوع. ولكن انتي تقولي له عايزة خلطة الدوني، هيديكي خلطة الدوني. بتعمليها. بصي بصي السمكة. ده طبعا لسه هفضل اقلب لغاية ما يبقى السائل ناعم. لازم يبقى ناعم. هي الموضوع محتاج شوية تقليب والدنيا تبقى تمام. كبي وقلبي. كبي مية وقلبي. يعني كل لتر بتحطيه تقلبي فترة طويلة. ما تقلبيش حاجة بسيطة، لا قلبي فترة طويلة. ليه؟ عشان خاطر ما بين التقليب كل ما بتزودي مية وما تقلبيش الخليط يكلكع. قلبي كتير. يعني راحة جاية قلبي، راحة جاية قلبي، راحة جاية قلبي لغاية ما يتكون عندك دوني. اشتغلي بقى براحتك في الغسالة عادية ماشي، غسالة اوتوماتيك ماشي. هو مكتوب عليه للعادية وللأوتوماتيك والفوق اوتوماتيك. الخلطات دي موفرة جدا يا جماعة. موفرة موفرة فعلا صراحة. يعني حاجة يعني تغسلي بيها بطاطين، تغسلي بيها سجاد. فعلا بتفرق. وهو المنتج. هو المنتج اللي بره. هو اللي الشركات الكبيرة. يعني صراحة ربنا منتج في متناول الجميع. في نفس الوقت مفيش استغلال فيه. يعني معمول في متناول الجميع. ده الدوني
ريحته رهيبة، يعني ريحة قوية جدا، خامة عالية جدا، سعر قليل جدا. يعني احنا هنعوز ايه اكتر من كده؟ انا بصي طبعا كل ده انا حاطه 2 لتر بس. بصي ده، وكل ما تسيبيه يركن، يعني من الحاجات المهمة اللي فيه ان كل ما تسيبيه يركن اهو. انا كده حطيت 4 لتر. بصي ده طبعا انا مش هسيبه كده، انا هحط 2 لتر تاني. والحاجة الحلوة اللي فيه انك لو حطيتي 6 أو 8 لتر تاني يوم تلاقيه تقل كده برضه. والريحة اللي فيه قوية جدا، لدرجة يا جماعة ان انا بستخدمه في البطاطين عشان بيسيب الريحة بتمسك في البطاطين كويس قوي. وادي حبايبي بعد ما خلصت زي ما انتوا شايفين. بص النعومة بقى، مفيش كلكعة ولا حاجة، نعومة غير عادية. انا حطيت لكم في الطبق الابيض عشان ابين لك سمك الحاجة وابين لك تقلها، لان هو ملون ما ينفعش احطه في حاجة ملونة. فانا حبيت بس ان انا اوريكم المنظر العام. بصي المنظر تحفة تحفة، والريحة رهيبة يا جماعة وثابتة بنسبة 100%. وادي بقية الكمية. بصي هي هو اللون، عشان ما تقوليش ده لا ده حاجة وده حاجة. هو يا جماعة صدقوني، وروعة روعة روعة، هيعجبكم خالص. وما تنسونيش في اللايكات والشير ورأيكم. ومنتج ده متوفر طبعا اسامي شركات كتير، شركات كتير بتنزله. وجيبوه جربوه قولوا لي رأيكم فيه. واحب اسمع رأيكم في الكومنتات. رخيص يا جماعة ومش مكلف، وتقدري بقى تشتغلي بيه في كل حاجة، تحطيه في الملون وتحطيه في الابيض وفي كله. روعة يا جماعة. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تدعموا قناتي، ومع ألف سلامة.